عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ليه عبس وازاي تولى ومين الاعمى اللي جه؟ قصه تانية من قصص نزول ايات القران الكريم، والمره دي هتحس القصه غريبه شويه لان دي المره الوحيده اللي عاتب فيها ربنا سيدنا محمد. في يوم من الايام كان قاعد سيدنا محمد ودخل عليه مجموعه من كفار قريش، ومش اي كفار، لا دول من عظماء قريش، حاجه كده وش لافظ. فسيدنا محمد فرح. طب ايه اللي هيخليه يفرح بدخول كفار قريش عليه؟ هو فرح لعل وعسى يكون ربنا هداهم للاسلام، فلو دول دخلوا الاسلام يبقى اتباعهم كلهم هيدخلوا الاسلام. قعد معاهم وكان بيحاول يقنعهم يدخلوا دين الاسلام، وكان شغال مناهده معاهم وهم مش مقتنعين ولا مهتمين. في اللحظه دي دخل عليهم واحد اسمه عبد الله ابن ام مكتوم. الراجل ده كان مؤمن بالله وكان اعمى. نادى على سيدنا محمد اثناء ما سيدنا محمد قاعد بيكلم كفار قريش وقال له يا رسول الله علمني مما علمك الله. كان عايز يسال سيدنا محمد في حاجه في الدين. فضل ينادى على سيدنا محمد ويكرر النداء وهو مش واخد باله ان سيدنا محمد منشغل مع كفار قريش، لغايه ما سيدنا محمد زي ما تقول كده زهق من الزن وظهر على وشه عبوس، يعني كان متضايق كده. البعض قال ان سيدنا محمد كان قلقان احسن كفار قريش اللي قاعدين معاه يشوفوا عبد الله بن ام مكتوم يقولوا اتباع سيدنا محمد عبيد وعمي. فكمل سيدنا محمد كلام معاهم وما اهتمش بحاجه تاني. فربنا نزل الايه اللي عاتب فيها سيدنا محمد وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ان سيدنا محمد كشر واتضايق وما اهتمش لما الراجل الاعمى دخل عليه. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر، يعني بمعنى صح ايه اللي يعرفك مش يمكن ياخد اجابه منك يزيد بها ايمانه بربنا؟ واما من استغنى فانت له تصدى، يعني الكفار اللي بيحاربوك وعايزين يقتلوك انت قاعد مهتم بيهم بتسمع لهم عن الراجل المؤمن اللي من دينك اللي داخل يسالك. بعد ما ربنا عاتب سيدنا محمد في الصوره دي، سيدنا محمد كان كل ما يشوف عبد الله بن ام مكتوم كان يكرمه ويرحب بيه في اي مكان. كان كل ما يدخل عليه اي مكان يقول له اهلا بمن عاتبني فيه ربي، اهلا باللي ربنا عاتبني بسببه. في الحقيقه عتاب ربنا لسيدنا محمد ما كانش عتاب ان سيدنا محمد خالف حاجه، عتاب ربنا لسيدنا محمد كان في مصلحه سيدنا محمد، لان سيدنا محمد كان مكلف نفسه فوق طاقتها انه يقنع كفار قريش بالدعوه الاسلاميه وينشغل عن اتباعه، مع ان ربنا ما امروش بكده. يعني ما يبقاش كل همه انه يقنع الكفار ان هم يدخلوا الاسلام، اما اللي دخلوا الاسلام دول فدول خلاص دخلوا نسيبنا منهم. الكافر ده ممكن يقعد يسمع لك وما يهتمش ولا يقتنع، وممكن يدخل الدين وممكن ما يدخلش. الوقت اللي انت هتضيعه معاه في انك تقنعه انه يدخل الاسلام اولى بيه واحد دخل الاسلام بالفعل فتقنعه بالدين اكتر واكتر عشان يثبت عليه، ولا تسيبه تنشغل بواحد تاني انت مش عارف هيامن بيك ولا لا. ايه رايك في القصه؟ حلوه صح؟ تبقاش تجري ورا حد مش مهتم بيك ولا شايفك. ها ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟